شوفوا بنتي بتعمل حاجة زي كده من الستان، بتساعد نفسها وتساعد ابوها. اسكتي، هدفع لك ثمنه، اسكتي. كلنا سمعنا اليومين اللي فاتوا دول عن عم حسن والمشروع اللي كان بيعمله هو وبنته، مشروع تجارة ورد، غير كمان مشروع عم حسن الخاص اللي هو تجارة المخللات. بس من ساعة ما فارس الطماوي الصراحة نزل فيديو عنه، فعم حسن اتشهر اكتر، وبسم الله ما شاء الله بقى بيجيله زبائن اكتر، وفي شركات عاوزة تتعاقد معاه، وفي ناس طيبة بيحبوا الخير عاوزين يساعدوه، سواء كان بشحن المنتجات بتاعته او ان هم يزودوا راس ماله او ان هم يشتروا منه وينفعوه. طب ما تيجوا الاول نشوف ايه مشكلة عم حسن بالظبط وايه الفيديو اللي انتشر ليه. بس تعالوا الاول نشوف الفيديو بتاعه اللي هو بيروج لبنته لمشروعها الحلال، بدل ما تطلع على تيك توك تهز، او بدل ما تشحت، او بدل ما تتجه للغلط. بنت شقيانة، ودي البنت اللي بجد لازم ندعمها، فكك بقى من النسويات والكلام الهبل ده. دي البنت اللي بجد لازم ندعمها. وملحوظة، الورد الصناعي ده احسن من الورد الطبيعي، على الاقل بيعيش يلا بينا نتفرج. شوفوا بنتي بتعمل حاجة زي كده من الستان ب 250 جنيه. والله جميل ورخيص. حاجة كده يعني، ورد من الستان. لا كبير. اللي عايز يتواصل معايا ويشتريه. بنتي بتعمل المشروع ده، بتساعد نفسها. انا عندي هنا حاجة عايز اقولها، البنت بتعمل المشروع ده بتساعد نفسها. في بنات كتيرة جدا بتساعد نفسها، في بنات كتيرة جدا بيكون الحال على قدهم فبيضطروا يشتغلوا، فدول اللي بندعموهم، مش البنات التانية اللي عايزة تشتغل عشان نهق ومق وشخاليل والكلام الاهبل ده، لا. وملحوظة كمان، بسم الله ما شاء الله البوكيه حلو. يعني يا ريت انتي يا بنتي اللي بتعملي الحاجات دي يا ريت تشوفي الفيديو بتاعي. الورد حلو وتنسيق الالوان بتاعته حلو، انا فنان على فكره. وغير كده كمان خامه الستان اللي انت بتعملي منها هي طبعا مش في ايدي، بس في شغل فن في الموضوع. تشكيله الورده نفسها حلوه، تنسيق الالوان نفسه في البوكيه حلو، البوكيه نفسه كمان كبير وب 250 جنيه. ايه ده؟ نكمل. التجارة والشغل مش عيب ومش حرام. صح. ده ب 250 جنيه. اللي عايز انا هسيب رقمي على البايو، وتواصل معايا ويجي يستلم الحاجة اللي هو عايزها. واحدة اتنين اللي هو اللي انتوا عايزينه هي تعمله لكم. الراجل مش عارف يتكلم، بس بيعرض على قده. زينة، تحطوا كده زينة كده في البيت، يعني شكله ورد من الستان. طيب تعالوا نشوف الفيديو اللي بعده، اللي للأسف على حسب توضيحه ففي ناس كتيرة دخلت تستظرف عليه، ودي حاجة معظم اللي بيبيعوا اونلاين بيلاقوها وبيحسوها، ان انت بتبقى عامل منتج تعبان فيه وبتكلم شركة شحن وبتتفق معاها، وفي الاخر بيجيلك زبون بتفرح بيه. حرفيا انت بتفرح بيه لو زبون او اتنين، المنتج بتاعك بيتحرك وبيروح للزبون ده، فتلاقيه يا اما قفل تليفونه، يا اما قال لك خلاص مش عايز، يا اما يقول لك بضاعتك مضروبه، يا اما كذا وكذا وكذا. حاجات كتيره جدا بيتعرض لها الناس اللي بتبيع اونلاين. تعالوا بينا نشوف الفيديو التاني بتاعه. اهي بنتي اهي. بصي اهي بص وشك كده اهي. خلاص نزل وشي كده. خلاص استني اصبري بقى. عندها 17 18 سنة، بتساعد نفسها. احسن ما تفتح لايفات وتعري كتفها اللي رايح واللي جاي، وده يقول لها تعالي على الاصفر وتعالي على الاخضر. بتعمل مشروع، بتساعد نفسها وتساعد ابوها. اسكتي، هدفع لك ثمنه، اسكتي. كله عايز ينام على ظهره، ويقول لي هتوصل لي البوكيه الورد ازاي؟ وانا قلت لكم محطه مترو عين شمس الغربيه، اطلع فوق عند ضابط المحطه ورن عليا اجي لك بالبوكيه الورد. كله عايز ينام على ظهره، وانا اجيب له بوكيه الورد لغايه بيته. خد يا بت المشروع دوت، ما تعمليش مشروع تاني. ده ثمنه كام؟ خدي فلوسه اهي خدي فلوس. ادي البوكيه الورد اهو. ما حدش يقول لي على ورد تاني، خلاص. ما حدش يقول لي على ورد تاني. المشروع ده خلاص بطلنا الشغلانه دي. طول ما انا عايش انا اللي هصرف عليكي، فاهمه؟ خد ال 200 جنيه دي، يلا ولم الورد بتاعك من هنا. يلا خدي، ما تعمليش مشروع تاني. طول ما انا عايش اوكلك، انا اللي هصرف عليكي. طول ما انا عايش خد الفلوس، لميها. فلوسك حقك، انت تعبتي.
يلا لم حاجتك. ما حدش يقول لي على ما حدش يقول لي على ورد تاني. طول ما انا عايش انا اللي هوكلك انت واخوكي وامك. لما ابقى اموت يبقى دوروا بقى على، ما خلاص بطلناها الشغلانه دي، بطلناها. لا حول ولا قوة الا بالله. انت لو خدت بالكوا فهو الراجل بيدينا 200 جنيه وهو متأزم ان ال 200 جنيه عند الراجل ده، الراجل الشقيان ده بتفرق وبيتعب فيها عشان يجيبها. اللي انت بتصرفها في وجبة كنتاكي، او وجبة برجر، او وجبة ايا كان اللي انت بتاكله ايه، دي فعلا الناس الشقيانة اللي حاسة بقيمة الجنيه. وهو بيديها الفلوس كان متأزم، وهو بيديها الفلوس وبيديها ان هي شقيانة وتعبانة. وغير كده وكده ما هنش عليه كل ده، اهم حاجة عنده شرف بنته، وان محدش يتكلم عليها، وان محدش يضايقها في الكلام سواء كان باوردر او من غير اوردر. الراجل ده محامي رغم ان هو على قده. طيب تعالوا نشوف الفيديو التاني ونتكلم. ده بقى عم حسن طالع بيعرض لك المنتج بتاعه اللي هو ايه، اللي هو مخلل بيتي محترم نضيف. نضيف عشان بيتي، عشان في كلام كتير بيتقال عن المخلل بيحصل فيه حاجات مش حلوة. مخلل نضيف، كلنا عارفين ان المخلل بيتخلل ازاي وسهل وزي الفل، بس الخضار نفسه غالي، الملح نفسه غالي، الميه نفسها بقت بفلوس، يعني حاجات كتيره جدا. بس تعالوا نشوف الاول عم حسن بيتكلم ازاي وطريقته عامله ازاي وبيعرض المنتج بتاعه على قده ازاي. بصوا، 4 عبوات معمولين مخصوص وهيسافروا برا مصر، الله خيار اكبر. وليمون. دول خلاص مسافرين برا مصر، اللي عايز من دول يتواصل معايا وانا اعمل له زيهم. عارف ليه مسافرين بره مصر؟ عشان عم حسن الفيديو بتاعه انتشر والناس كلها عرفت ان هو بياع مخلل، بيصرف على بنته وعلى اولاده وعلى مراته وعلى قده. فالناس من بره مصر ابتدت تتواصل معاه علشان ياخدوا منه المنتج. يا عم انا عارف ان هو مش واو ومش كذا ومش كذا، بس جبر الخواطر، جبر الخواطر. وفي النهايه انت هتاكله كده كده يعني، مش هترميه، ما انت هتاكله، ما هيستنفع بيه. تمام، فنكمل. ودول جزر وبصل. دول ال4 دول مسافرين برا لا مصر، اللي والرصاص عايز مرصه ايه؟ رقمي على الباقي ويتواصل معايا وانا اعمل لكم زي ده. خيار وليمون ده بالطلب اصلا، يعني الراجل طلب النوعية دي، خيار وليمون وجزر وبصل. دول مسافرين برا مصر، ان شاء الله يوصلوا بالسلامة. اللي عايز من مصر يتواصل معايا وانا اعمل له زي دول. رقمي على البايو والاسعار هقول لكم عليها على الواتس. لو ما شفتش حاجه حلوه فتعالى اوريك الحاجه الحلوه، بس هي مالحه شويه عشان ما اخلي بقى كده. عم حسن يا ريت الفيديو بتاعي يوصل لك، خلي بالك لان في ناس كتيره، في ناس كتيره هتحاول تستغلك الايام دي عشان انت دلوقتي ترند. في ناس كتيره هتحاول تستغلك ان هي ينصبوا عليك، ان هم ياخدوا اسمك، ياخدوا العلامه التجاريه بتاعتك، عشان عرفت ان انت هيتعمل لك لوجو ويتعمل لك حاجات حلوه كده. الله عم، الله يسهل له. خلي بالك من اللي ممكن يحاولوا ان هم ينصبوا عليك. انت راجل كبير وابن سوق وعارف الدنيا ماشيه ازاي، اكيد عارف الصح من الغلط وتعرف تشم النصاب ولو على بعد 100 متر. خلي بالك من نفسك يا عم حسن، وخلي بالك من عيالك، ويا ريت كلنا ندعمه. يا ريت بقى نشير الفيديو كلنا علشان نفرحه وعلشان نخلي الناس تدعمه اكتر. بس كده، سيب لكم رقمه تحت في التعليقات، و سلام.